العربيات اللي بيقولوا استيراد والعربيات الوكيل، يعني مم. بنسمع دي استيراد ووكيل، صح كده؟ بالظبط. ايه الفرق؟ الفرق ان العربيه الوكيل النهارده ودي بس مع دي فيها العلم ان غلط. الاستيراد بتبقى فيها اوبشن احلى اوبشن اعلى، وفي خد بالك العربيات اللي فيها وبتبقى ارخص. وبتبقى ارخص. طب إيه ليه بقى؟ مش ارخص، لا، ممكن تبقى اغلى على فكره. وعلى فكره النهارده ممكن ما تفرقش كتير، النهارده الضمان، يعني في عميل يقول لا انا عايز الضمان. طب يعني ايه؟ ما هو اللي انا فاهمه، والمفروض في اي حته في العالم ان اي عربيه بتخش التوكيل بتاعها في اي مكان في العالم، مش كل انواع. مش لازم تبقى جايه مش من كل الوكيل انواع. عشان تقدر تدخلي التوكيل. مش كل انواع. عندك مرسيدس بتقبل، عندك اودي ممكن تقبل. انما في انواع عربيات ما التوكيل ما يقول لك يقبلهاش، يقول لك صينها ماشي، انما ما فيش ضمان عندي، او اشتري ضمان. يعني زي رينج روفر مثلا، بتشتري انت لها ضمان. تشتري لها ضمان. بس ده مش منطقي. يعني 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 ده سيستم مش بلد ده. منطقي. طب انت ليه ما عملتش جنب المعرض ده، ليه ما قررتش تعمل معرض تاني كبير للمستعمل بس، وده اساس شغلانتك كنت بتقول تكسب اكتر؟ والله النهارده انا يعني زي سوق السيارات كده بس على حاجه بص يا أحمد، محترمه. انا عندي ميزه الحمد لله، فضل عند ربنا. انا عند غيري. انا ما هو عارف. حسن لازم يتميز في حته عشان الناس تجيله، صح ده فكري. صح ان انا لازم اتميز بشويه حاجات عشان العميل في الاخر يختارني. صح. ما يختارش مع اللي واقفه، العربيه واقفه عندي، واقفه في 60 معرض جنبي. اكيد، ما انت مش انت لوحدك انا بتسوق. النهارده عشان انا قلت لك انا جايبها من تحت، فلاي عربيه يوزد داخله لي باخدها، لان انا عارف تاجر في الحته الفلانيه هاخدها بالتليفون، الو كذا كذا، حول بالبعت خد العربيه. اذا اي عميل بيخش عربيه يوزد باخدها، بيركب العربيه الزيرو ومروح. دي حاجه. الحاجه التانيه فانت بتعمل ده طبعا. تريد ان ده اللي طبعا هو تريد ده. ان. دي الحاجه التانيه، عميل جالي عايز عربيه مثلا وليكن سي مستعمله، وانا عندي واقفه الزيرو. مش ما انت هتاخد الزيرو؟ طب انا البادجت بتاعي هيفرق معايا 400,000 جنيه. طب ايه رايك؟ طب 400 دول نخليهم 3 4 شهور، ايه رايك؟ انا كده كسبان في العربيه. فبتسهل له. كده كسبان في العربيه. طب ايه يعني ما ممكن تفتح 3 4 شهور العربيه؟ صح. وارد. فكره. طب ممكن تقبل مني مثلا شيكين على ممكن يا فندم. بعت. سهلت بيع. فانت دايما بتتعامل مع الزبون انك تسهل عليه الموضوع. بالظبط. ده اللي بالظبط. بيميز عندك ب- عن. الله بالظبط كده. وبعدين دايما اقول للسيلز عندي، مفيش عميل تقول له لا في حاجه. يعني انت عايز عربيه هجيبها لو مش عندك هجيبها لك، هوفرها لك. انا بفضل الله يعني تليفوني دايما متاح 24 ساعه. وده عامل خد بالك، دي الحاجات ديت من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل يعني انا النهارده انا قلت لك النجاح مش سهل، صح. وكلنا متفقين النجاح مش سهل. فانت خلاص قررت تنجح، صح. لازم يعني تستثني حاجات. انا النهارده في حاجات كتير ما بعرفش اعملها، او حاجات غصب عني لان انا في بدايه حياتي. وممكن تظلم ناس حد حواليك. انا بيتك، انا عندي خناقه شبه يومي مع مراتاتي في البيت. انك انت مش عارف تروح. اه فانت انا طول خد بالك، الوقت. أنا كنت متجوز 3 دلوقتي 4، لسه من الاسبوع الرابع. لا لا لا، استنى يوسف. اه انت لو وقت تشتغل عندي المدام ربنا يديها الصح، آه، وعندي 3 بنات. دول بقى يا باشا اوكي، بقى ايوه كده بص ماشي كده وزنتها لي. بيستلموني بقى. انت والتالتة لسه، الرابعة هي التالتة زوجة لسه. واحدة وثلاث بنات انت 3 بنات حاسبهم، بس، دول بقى ربنا مراتاتي بقى. يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. كل انا يوم قلت لحد بتحسب. النهارده الصبح، بابا انت ما بتقعدش معانا، انت موبايلك انت. ودايما قافل على نفسي، بصحى من النوم قافل على نفسي. وطبعا التليفونات باشا، انت لو لك النهارده 10 تليفونات من 10 موظفين عندك، خلاص يوم خلص. عامل لك قصه بالنسبه لك. المحاسب بقصه، والبتاع الحركه بقصه، والمسؤول التخصص بقصه، وانت لازم تحل كل مشاكل العميل. ومش دايما الموظفين بتبقى عندها حته المسؤوليه او مقدره مم. النواتج اللي ممكن تحصل. يعني ممكن موظف النهارده عميل هيروح الساعه 8 الصبح، راح تاني نوم. مم. فوصل فالعميل رقم قاعد. الاونر، صحى منه، ابدا انا اقلب الدنيا، اصحى من انا خلاص معلش، لازم موبايلي يكون 24 ساعه مفتوح. ممكن اخر مكالمه اعملها الساعه 5 الصبح مع ده التجار يأثر بقى على حياتك مع طبعا ولادك. بأثر، بس النجاح طعمه حلو. طبعا. والحاجات دي كلها بنسال النهارده. هقول لك على حاجه، من السنه اللي فاتت مثلا ليكن يعني مصيف، اخد الاسره المدام والبنات ورايح الساحل. لسه بننزل من العربيه نخش الشاليه، جالي تليفون من المعرض مش عارف قصه ايه في المول ايه كان يماني. لا يا سوري، هرجع القاهره بس، سيبهم وامشي. يا نهار مسؤوليه. ابيض. مسؤوليه. انت عندك النهارده العربيات بارقام، اه لا طبعا، والناس ما لا ما فيش. والسمعه والاسم.
انت خلاص، انت حطيت نفسك في حته ان انت عايز طب تبقى انت ايمج. عشان تفتح فروع تانية هتعمل ايه؟ ما دي مشكله كبيره في قطاع السيارات، ان انت النهارده، وانا بحاول احلها بقالي سنه ونص، وخلاص بدات يعني شبه بوصل للتوليفه، ان انت تحط ناس مسؤوله في كل حته. بس هي سهله، لان انا ممكن ابيع بيها بالتليفون على فكره. مم. يعني ممكن ابيع عربيه بالتليفون، واشتري بالتليفون، واجيب عربيه للعميل في المعرض بالتليفون وانا في البيت، او انا في مسافر، او انا مم. في مكان. تمام. بس ملهاش مواعيد. يعني انت النهارده ممكن اروح من المعرض الساعه 4 الفجر، وانزل البنوك 9 الصبح، واخلص ورق وبتاع ومش عارف ايه. فانت خلاص لحد ما توصل بقى للحته. انا شايف ان ممكن هتوصل لحته. مع النهارده بقى انا سنه ونص، او سنه ونص اكزيكتيف النهارده، من مم. من شهر 5، 25 او شهر، يعني سنه ونص مم. النهارده. فخلاص بتوصل لقوام اساسي، انك تعتمد على ناس في كل حته، كل واحد في وظيفته بيحقق نسبة كبيرة من شغلك، او بيعمل نسبة كبيرة من شغلك اللي انت المفروض تعمله. يعني انا النهارده لسه مدي دش السيلز عندي الشهر ده. مبيعات انا الشخصية 4 اضعاف مبيعات السيلز، او 5 اضعاف. فدي مشكلة. انت طبعا. ازاي النهارده، انت النهارده، انا دايما اقول للسيلز، انت لو جاي تاخد مرتب ما تجيش، ما تشتغلش معايا. مم. السيلز اللي عايز مرتب، اللي جاي عشان المرتب بتاعه، مش عايزه. انا عايز حاجه تارجت. انا عايز يبقى عندك طموح تركب عربيه، عايز يبقى طموح تبقى عندك معرض عربي في يوم من الايام. لازم احط فيهم غريزه الطموح عشان يقدر ينتج. انما لو جاي موظف عشان يعمل مرتب اخر الشهر، مش هيبيع.